السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي الصعيدي في كل مكان. طبعا جمهور الزمالك في انتظار موسم تاريخي بعد تولي جون ادوارد المدير الرياضي والصفقات اللي هو شغال عليها، يمكن من أيام مرتضى منصور لما كان بينزل عتبة بيجيب 15 لاعب وماشي 13 لاعب، ما شفناش احنا الموسم ده. يمكن الصفقات اللي احنا شايفينها مش على مستوى توقعات نادي الزمالك وعلى مستوى قيمة وجمهور نادي الزمالك، وانك انت مش جايب صفقات سوبر، لكن خلينا واقعيين، احنا في فتره ماديا احنا مش احسن حاجه، اداريا احنا اوسخ حاجه. تمام، فاحنا عشان خاطر انت تقدر تنافس او انك انت تجيب صفقات سوبر هتبقى صعب عليك شويه، واحنا شفنا قدام جنبينا فرقه المليار راحت كاس العالم ورجعت فوق الطياره. تمام، ده غير انها ما رجعتش عادي، ده رجعت بشويه كركبه وما فيش بعد ده تاني. الواد زيزو ده هو راح هناك كان عميل رقم 101 كركب الدنيا خالص، خلى وسام ما طايقهمش وهم بالدنيا قعدوا يا ولد عمي كانك معلش كنت معاه كانت قعدوا ليه، ما علينا. تمام، الصفقات اللي جابها نادي الزمالك في السريع كده اهو، طبعا شيكو بنزل خلاص انت اتحسم رسمي، واحمد شريف وعمرو ناصر. يمكن دول في خط الهجوم انا بالنسبه لي مش صفقات سوبر، لكن صفقات تبني عليها والصغيرين في السن، ومعاك ناصر منسي الوحيد اللي في خط الهجوم اللي تقدر تبقى عليه، والحمد لله تخلصنا من مصطفى شلبي بعد عناء سنين مطوله جالنا فيهم الضغط والسكر. طيب نيجي بقى عند خط الدفاع، واللي ان شاء الله في احتماليه ان محمد اسماعيل جاي لاعب زد، فده هيبقى اضافه قويه. وعندك خط النص احمد ربيعه ومعاك محمد شحاته، ودول يا رب نتخلص منه ان شاء الله. طبعا كل الصفقات دي في صالح نادي الزمالك، يمكن مش صفقات السوبر لكن لسه مستنيين بلال ولد الشيخ، وممكن عدي الدباغ مع عمرو ناصر وناصر منسي، بصراحه يعملوا فرق في خط الهجوم. كلمه هقولها اخيره، اي نادي 90% منه مدرب. معاك اللعيبه دي، لكن احنا اكتشفنا ان بجوميز عرفنا نعمل حاجه باللعيبه دي، من غير جوميز ما عرفناش نعمل حاجه، فكله على المدرب. يعني انا بالنسبه لي المدرب هو نقطه قوه الفريق، زي ما برشلونه كان عنده لعيبه وما كانش عارف يعمل حاجه، لما جه هانز فليك خرب الدنيا. فالمدرب بيبقى ماريسكا مع تشيلسي، انريكي مع باريس، رغم ان باريس كان كل سنه بيبقى فيها نجوم زي مبابي نيمار ميسي، ما عرفتش تعمل حاجه غير لما جالها مدرب. فكله العبء الاكبر على المدرب لو انت مدرب قوي شخصيه قويه وهتعمل الحاجه، يبقى بصراحه احنا هنروح في حته ثانيه، وخصوصا حتى لو اللعيبه اللي احنا جايبينها مش لعيبه سوبر. يعني انت جاي عبد الحميد معالي بتاع المغرب، لاعب ناشئ مش هداف، لاعب اكثر منه صناعه اهداف. يعني انا اتمنى ان عبد الحميد معالي ده يلعب 8 او يلعب 10، يلعب جنب عبد الله السعيد، ونلعب مثلث مغلوب ويبقى محمد شحاته في النص، يا ريت نلعب محمد شحاته في النص. تمام، طيب احنا طبعا دلوقتي بيقول لك ان محمد صبحي رايح بيراميدز. طيب يا ريت بقى عدى محمد صبحي رايح بيراميدز احنا نجيب يا محمد رضا بيبو، يا اما نجيب محمود صابر. انما فكره انهم ياخدوه احنا ما ناخدوش حاجه، احنا